السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم البنات جبت لكم وصفه اللي طلبتوني عليها، وصفه الصابلي. وصفه بنينه وخفيفه وهشيشه. البنات هاد الوصفه ما كيفاش تقول لي ام شيماء الصابلي ما راهش ينجحني ولا يجي لي مشقق ولا ما راهش يجيني شباب. جربي هاد الوصفه ورجعي لي الخبر. حبيباتي، قبل ما نبداو هذه الوصفه تاع اليوم نصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وحبيباتي ما تنسوليش الجيم والتعليق شباب من عندكم. اللي ماهاش مشتركه في القناه تشترك، اللي بغيتي تشتركي مرحبا بك اشتركي ما تبخلينيش. هذه هي خواتاتي دوك ندير نقسم امامكم حبه. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك. شوفوا البنات كيجي خفيف ويجي بنين ويجي يدوب في الفم فليت قبل الفم. البنات سمحوا لي، هذه هي حبيباتي الوصفه تاع اليوم. ويلا حبيباتي بدون اطاله نمروا للمقادير. مرحبا بكم. وهنا البنات المقادير في الباتينه راني دايره 125 غرام مارغرين، حبه تاع البيض، مغرف صغيره تاع لافاني تاع الكاطو، زوج مغارف كبار سكري كلاص، ومغرف كبيره تاع المايزينا، وشويه تاع الزيت. هاد الكليونت البنات قالت لي ام شيماء نبغي ديك البنه وديك الريحه تاع الزيت في الصابلي، درت لها شويه تاع الزيت. كما نقولوا كتبغوا ديروا الزيت في الصابلي ديروا 4 كيس تاع الزيت. هذه هي البنات. دوك شنو غادي ندير نخلط الخليط تاعي غير بلديه، ونزيد الفرينه مع نص كيس خميره كيميائيه. البنات هذه الوصفه راني مشاركتها معكم وبغيت نعاودها معكم. شحال من اخت طلبت مني قالت لي ام شيماء راه يجيني الصابلي تاعي يجيني مشقق من الفوق. دوك اليوم اختي نقول لك على الصابلي تاعك راه يجي مشقق. كما قلت لكم غادي نلمد العجينه، والعجينه خليها طريه، ما تقصعوهاش ما تيبسوهاش البنات، كما نقولوا ما تنشفوهاش، خلوها طريه في يديكم. دوك حبيباتي نعجن العجينه تاعي ونولي معكم. شوفوا البنات بعد لي طبخت الكاطو كما دايما عودتكم، كما عودتكم اختكم ام شيماء، نحل ساشيه ندير العجينه في وسط الساشيه ونبلع بساشيه وحده اخرى ونحل بالحلال ونطبع كما كنتوا تشوفوا طبختهم. المقادير اللي درتهم معكم اليوم دايروا لي 20 حبه، وانا البنات خاصني طالع بيا غدوه كيلو. الكيلو يجي فيه حتى 33 حبه 34 حبه. اما البنات غادي نزيد نعجن عجنه واحده اخرى. عجينه هذه المقادير تاع اليوم دايروا لي غير 20 حبه. الكوشه تاعي نشعلتها على 180 درجه على نار متوسطه، ندخل الصابلي ندير ديك التحميره الشابه ونولي معكم. وهنا البنات كما كنتوا تشوفوا بعد لي الصابلي طاب الله يبارك ما شاء الله. نجيب هاد البينسو وندير كونفيتير ذوق المشماش، بينسو باش يخلينا الخدمه تاعنا نقيه كما هكا. سمحولي، هذه هي البنات كما هكا. دوك نخدم كاع الحبات تاعي ونولي معكم. وهنا البنات بعد ندير كونفيتير غادي ندير سوبر كير هذا بذوق الفراوله. بصح كما راكم تشوفوا فيه بوش ادوي باش تجيني الخدمه سهله. نبقى نفرغ غير بشويه باش ما تخرجليش كما راكم تشوفوا. البنات الكيلو نبيعه 70,000 كما قلت لكم، تجيكم حتى 33 حبه. دوك ندير كاع الحبات تاعي نكملهم ونولي معكم. وهنا البنات كما كنتوا تشوفوا درت لها خطوط عشوائيه بشوكولا، نخلي الشوكولا تاعي تنشف ونديرها في لي كيسات ونوري لكم واجد في الكرتونه ان شاء الله. وهنا البنات كما كنتوا تشوفوا الصابلي تاعي الله يبارك ما شاء الله راه واجد. شوفوا البنات كي جاني شباب جاني الله يبارك. البنات كما قلت لكم يجيكم من 30 حبه حتى 33 حبه. كاين واحد الاخت قالت لي ام شيماء جاني 29 حبه، هذيك هي. انا قلت لكم كل وحده وخدمت يدها، كل وحده كانت تكبر الحبه كانت تصغرها، كل وحده وخدمتها. المهم حبيباتي نبيعه 70 في الكيلو اللي مهتمه اللي خاصها السعر وانت بيعي على حساب ما تبغي. هذه هي خواتاتي الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تعجبكم واعطوني رايكم في التعليقات ما تنسونيش. وحبيباتي وصلنا لنهايه الفيديو، دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.